الحلقة رقم 38 من بسمة عمل. نتكلم بصورة مختلفة النهاردة. أنواع الموظفين بقى في أي شركة. في كل شركة في مكتب وكراسي وأجهزة، لكن اللي بيصنع الجو الحقيقي مش المكان، هما الناس. والناس بقى في الشغل أنواع. هنذكر الموظف المحارب، ده أول ما المشكلة تظهر بينزل الميدان مهما كانت الظروف، بيحاول يلاقي حل ويقف مع زمايله حتى لو الشغل مش في تخصصه. ده النوع اللي لو عندك منه 2 الشركة كلها ما شاء الله هتمشي. افتكر محمد موظف لوجستيات اللي هو لوجستكس يعني، حصل عطل في التوزيع في يوم مهم جدا. الموضوع مش تخصصه، لكن هو نزل المخزن بنفسه ورتب الطلبيات وتواصل مع السواقين لحد ما الشحنة طلعت في ميعادها. المدير وقتها قال محمد ما أنقذش الطلبية، محمد أنقذ سمعة الشركة. الموظف رقم 2 اللي بيقول لك أنا مالي، ده موجود سايب الدنيا تمشي لوحدها طالما مش في خانة شغله، مش هيمد ايده. حتى لو الشركة بتغرق هيقول ايه؟ أنا مالي. أنا شفت واحد بقى في قسم الاي تي كان قاعد بيتفرج على مشكلة في عرض مهم جدا للفريق. المشكلة بسيطة جدا بالنسبة له، لكن قال ايه؟ أنا مش مسؤول عن البرزنتيشن وعن العروض، أنا مسؤول عن السيرفرز بس. الفريق اضطر يوقف الاجتماع والعميل مشي. رقم 3 الموظف الممثل، ده أول ما المدير يطلع يغير وشه قدام الإدارة يبان إنه شغال 24 ساعة، لكن في الحقيقة بيعرف يشتغل على الصورة أكتر من الشغل نفسه. افتكر كريم، فاكره؟ بتاع الحلقة 36. كان بيظهر دايما في الاجتماعات كأنه صاحب كل الإنجازات، لكن يوم ما جت أزمة اختفى تماما. الموظف المتعلم طول الوقت، ده اللي مهما كان عنده خبرة دايما بيسأل ويتعلم، مش بيستنى الشركة تديله تدريب، هو بيدور بنفسه. سارة بقى كانت في المبيعات بتقرأ عن أساليب جديدة كل أسبوع وتجربها مع العملاء. بعد سنة واحدة كانت رقم 1 في الفريق. ورسالتي ليك النهاردة، الشركات بتنجح أو بتفشل على حسب أنواع الموظفين اللي فيها، والنوع اللي انت بتكونه بيحدد مكانك بعد سنين. توصية العملية ليك النهاردة، بص لنفسك بصدق، انت من اي نوع من اللي قلناه. لو لقيت نفسك في النوع اللي بيوقف التطور، حط خطة جديدة تتغير فوري. لو انت من النوع اللي بيضيف، استمر، صدقني انك عملة نادرة. المناصب ممكن تتغير، لكن سمعتك في الشغل هي اللي بتفضل. وسؤال بقى النهاردة، انت شايف نفسك من اي نوع؟ وايه النوع اللي نفسك توصل له؟ ولو عندك زميل في الشغل في النوع اي نوع من دول، حطوا لنا في الكومنتات عشان نبقى عارفين ونهايلايت على هذا الزميل. اشوفكم في حلقة جديدة من بسمة عمل.